فترة الخطوبة مش مجرد دبلة في ايد البنت، ولا حتى مجرد صورة حلوة على الفيسبوك. ده أهم فترة في حياة أي اتنين، لأن في المرحلة دي بيبان كل حاجة، بيبان الطباع والخلافات، وبيبان حتى شخصية الشخص وقت الخلافات وردود الأفعال بتكون عاملة ازاي. في ناس بتتعامل مع الخطوبة كأنها فسحة طويلة وهدايا كتير وكلام حلو وخروجات، وفي الآخر مجرد ما يبدأوا يدخلوا على جواز بيبان معدنهم الحقيقي، وبيقفوا اللحظة ويحسوا إنهم مش فاهمين بعض ولا مصدقين إن خلاص الحياة بينهم بتتطور، وتلاقيهم حتى مش قادرين يستوعبوا عيوب بعض. وإحنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الخطوبة بكل مقاييسها ومعاناة ناس عايشين وسطكم، وبنحاول نوصل صوتك لغيرك علشان القصة اللي وجعتك ما توجعش غيرك. بس قبل ما نبدأ حلقتنا خلينا أفكركم بحاجة، إن الحكاية مش حكاية ولد ولا حتى حكاية بنت، الحكاية إننا بنساعد بعض إن إحنا نتخطى الوجع اللي إحنا مرينا بيه، والقصة اللي وجعتك بنوصلها لغيرك علشان ياخدها عبرة وعلشان يتعظ منها وما يكررش نفس الوجع، ولو وقع في نفس المشكلة بيحاول يخرج نفسه من أي وجع هو حاسس بيه. ويلا بينا ناخد أول مشكلة معانا. صاحب المشكلة بيحكي وبيقول: هو أنتوا ليه بجد بتصعبوا علينا الحلال؟ حكايتي بدأت لما حبيت بنت وأنا في رابعة جامعة، وهي كانت زميلتي معايا في الجامعة. حبينا بعض جدا، ورغم إن ظروفي مش أحسن حاجة لكني أصريت إن أعترف لها بحبي، وبالفعل عملت ده، وهي بدلتني نفس الشعور. كنت بشتغل مع دراستي في أكتر من مكان علشان أحاول أجهز نفسي وأروح أتقدم لها، خصوصا إني بتقدم لها عرسان كتيرة جدا، وهي كل شوية ترفض بحجة شكل، لحد ما أهلها عرفوا إني في حياتها، وزيهم زي أي أب وأم خايفين على بنتهم بدأ يزن عليها بالكلام اللي بيأذي ويشكك في حبي ليها، كلام من نوعية ده بيلعب بيكي، انت ازاي مصدقه؟ هو في حد هيفتح بيته وهو لسه طالب؟ مش قادر انسى دموعها كل ليلة وهي بتحاول تداريها علشان ما اكشفهاش، وتزعلني لما تحكي لي سبب عياطها، لكني كنت بحس وبفضل ازن عليها لحد ما تحكي. والحقيقة ان الاسباب بالنسبة ليها كانت قاسية جدا، لاني ما بحبش حد يقلل مني كراجل. كمل وقال: صوت قلبها وهو بيتحرك من مكانه، وهي بتقولي: بلاش تكسرني قدامهم، وتعالى تقدم وخد أي خطوة، المهم تثبت لي قد إيه إنك بتحبني، وتثبت لهم إنك قد كلمة بحبك اللي قلتها لي، وأنا والله هقف جنبك ما تخافش. بس أنا خلصت كل حججي في رفض كل الناس اللي بتتقدم لي. ضعفت قدام دموعها، وبالفعل أخدت رقم باباها واتصلت عليه وحددت ميعاد، وجي اليوم اللي حياتي كلها وقفت عنده. ما اكدبش عليكي، أنا حتى تمن الشبكة ما كانش معايا، بس أنا كنت شاريها وبحبها، وقلت هروح أشتريها وربنا هيكرمني بعد كده. اشتريت أغلى الهدايا وبوكيه ورد كبير جدا يليق بيها، ولبست أحلى حاجة عندي ورحت بيتهم. كمل وقال: ما وجعنيش أي حاجة غير إني حاولت، ومحاولاتي اتقبلت بالرفض. مجرد ما دخلت البيت بدأ باباها يتعرف عليا، ونظراته كلها كانت استقلال بيا، لكني قاومت لأجل إني بحبها. وبدأت الأسئلة المعتادة: انت مين؟ شغال ايه؟ وساكن فين؟ وعندك عربية ولا لأ؟ وازاي هتفتح بيت وانت لسه طالب؟ عارفين انت الأسئلة اللي بتعجز أي راجل إنه يجاوب عليها؟ وأنا ردودي عليها كانت تقليدية جدا، زي أي شاب لسه بيبدأ حياته. لكن صدمتي الحقيقية لما طلب مني شبكة فوق قدراتي بكتير، وخطوبة في مكان أنا عمري اللي دخلته ولا أقدر أدخله بسبب ظروفي، وهدايا للخطوبة أنا عجزت اللحظة لما سمعتها، وحسيت قد إيه أنا غلطت لما جيت هنا ووقفت الوقفة دي. كمل وقال: صدمتي ما كانتش في كل ده، صدمتي كانت في رد فعل الإنسانة اللي عشت سنة كاملة أحارب علشان تكون معايا. خرجت من بيتهم مكسور بعد ما باباها رفضني وأنا قاعد مكاني. كلمتها وأنا كل دموع، وكرامتي متداس عليها، لكن رد فعلها حقيقي صدمني. لقيتها بتقولي: ربنا يرزقك باللي تستاهلك، احنا مش شبه بعض. كمل وقال: انا منكرش اني اتوجعت، لكني موقفتش مكاني، ودلوقتي انا سعيد وربنا كرمني، واشتغلت بالمؤهل بتاعي، وجبت شقة في نفس المكان اللي هي كان نفسها ان احنا نسكن فيه، وجبت عربية كمان، وحالي بقى متيسر الحمد لله. خلينا نتفق ان الخطوة اللي بتاخدها علشان تتقدم لبنت وتترفض فدي مش بتكون نهاية القصة، وانها بتكون بداية حلوة لحياة اجمل.
وفي البداية لو انت عرفت تختار صح من الأول، وأي خطوة بتمر عليك مع حد بتحبه حاول تاخدها خطوة جميلة لبداية أفضل في حياتك. أما بالنسبة لردي على صاحب المشكلة فهيكون كالآتي: انت أكتر حاجة عملتها صح في حياتك هو انك موقفتش مكانك وكملت وتعلمت من الوجع اللي حصل لك ده وحولت منه قصة جميلة لحياتك تستفيد منها بعدين، وأكيد ربنا هيعوضك خير عن كل اللحظات الصعبة اللي مرت عليك وكنت بتقوي فيها نفسك لوحدك. وهنا خلونا أسألكم سؤال مهم، السؤال اللي صاحب المشكلة سأله في الأول وبيقول كالآتي: هو انتوا ليه بجد بتصعبوا الحلال على شاب دخل البيت من بابه حتى لو ظروفه بسيطة بس كان طالب الحلال وطالب ايد بنتك في النور؟ ليه بتصعبوا الدنيا على ناس شارية بناتكم بجد؟ هستنى اجاباتكم على السؤال ده في الكومنتس. ويلا بينا ناخد تاني مشكلة معانا. حلقتنا لسه ما خلصتش واحنا لسه مكملين في اصواتكم، ويلا بينا ناخد تاني مشكلة معانا. صاحبتنا بتحكي وبتقول: هما مش بيقولوا ان الخطوبة دي اجمل فترة بنعيشها؟ طب ليه انا معيشتش خطوبة زي باقي البنات؟ بدأت حكايتها لما قالت: كانت خطوبة تقليدية جدا، لكني بعد وقت حبيته، افتكرته سند وكل حاجة حلوة ليا، كنت بفرح بوجوده ويومي متوقف على كلمة أو مكالمة أو حتى مسج منه. ما افتكرش إن عشت معاه يوم كويس، يعني ولا مرة قال لي بحبك، ولا حتى جاب لي هدية، ولا مثلا قال لي وحشتيني، ومع ذلك كنت راضية ومكملة. ورغم كلام أهلي وكل الناس اللي حواليا إن أفركش، لكني خفت من إني أتساب، لأني ببساطة حبيته جدا وما كنتش هعرف أعيش من غيره. بس هو كان قاسي جدا في معاملته معايا، وكل ما الوقت بيعدي بكتشف أسوأ ما فيه، ومع ذلك كنت راضية ومكملة. كملت وقالت: هو ما عملش أي حاجة علشاني، اكتشفت إن هو كان خاطبني بس علشان يرضي أهله، وإن كنت اختيار مامته مش اختياره. ما وجعنيش قسوته قد ما وجعني جبروته وهو بيسيبني رغم عياطي وإني بترجاه علشان ما يمشيش، لكنه نهى كل الكلام وقال لي: ما بحبكيش، أنا بحب واحدة غيرك، أنا مش عارفة أتخطى أي حاجة حصلت، وكلمتك علشان تنصحيني وتقوليلي أعمل إيه. أجمل حاجة في فترة الخطوبة إنها بتخليك تكتشف الشخص اللي قدامك، هل هو ظهر وأمان وسند ليك، ولا أصلا ما ينفعش إنك تتسند عليه في يوم من الأيام ومجرد ما يحصل لك أي موقف هو هيمشي ويسيبك. أجمل حاجة في فترة الخطوبة إنها بتخليك تكتشف الشخص اللي معاك، هل هيكون ظهر وسند ليك، هل هينفع تتسند عليه وقت المشاكل، هل لما يحصل لك موقف هتجري عليه هو ولا هيسيبك وسط كل ده وتلاقي نفسك بتدور على حد يقف جنبك، هل مشاعره حقيقية فعلا ولا كلها مزيفة، هل صادق في خطواته ليكي ولا أصلا ما بيعملش أي حاجة علشانك وانتي دايما بتكوني مش اختياره. لازم تسألي نفسك كل الأسئلة دي قبل ما تدخلي أي علاقة. أما بالنسبة لردي على صاحبة المشكلة فخليني أقولك كلمتين: قوي قلبك على أي حاجة صعبة بتمري بيها، ولازم تقفلي الباب اللي بيوجعك بأسوأ، واقفلي وارمي كل ده ورا ظهرك، وبلوك من تفكيرك، بلوك من فونك لو لسه موجود عليه، وبلوك من عقلك اللي أصلا كان رافض وجوده، وبلوك من قلبك. وعودي نفسك إنك تتخطي وتعدي حتى لو كنت بتحبيه. افتكري الوحش اللي هو كان بيعمله معاكي، هتلاقي نفسك تلقائي أصلا بتكرهي. فترة الخطوبة دي مش مجرد حب، دي مدرسة بتعلمك ازاي تختار صح. أو البنت اللي تدخل الخطوبة وتلاقي خطيبها بيعملها مش كويس، فلازم تتأكد إن اللي بيعمله دلوقتي هيعمل أضعافه بعدين. والولد اللي يخطب واحدة ويلاقيها مش بتحترمه ومش بتقدر منه في أي خطوة بيعملها علشانها، فتأكد إن دي ما ينفعش تكمل معاها، لأنها باختصار هتفضل تتعامل معاك بالمبدأ ده مدى الحياة. وبلاش نضحك على بعض ونقول إن كل ده بيتغير بعد الجواز، لأن الطباع عمرها ما بتتغير لا بعد الجواز ولا قبل الجواز، وزي ما بيقولوا اللي فيه طبع ما بيعرفش يغيره. خلينا نتفق إن خطيبتك مش مجرد مرحلة انتقالية في حياتك، ده هي أكتر حد بيشاركك كل حياتك، هي اللي بتشاركك أفكارك وخططك المستقبلية، هي اللي بتتسند عليك وانت بتتسند عليها، هي اللي بتبني معاك حلمك وبتمشي معاك خطوة بخطوة وبتشاركك كل لحظة في حياتك. اهتم بيها زي ما بتهتم بنفسك، اسمعها حتى لو حسيت ان كلامها كله غلط، احتويها وقت خوفها وشاركها وقت فرحتها الصغيرة والكبيرة، خليها تحس دايما انك في ظهرها وسندها، طمنها انك دايما في ظهرها وتديها وعد وعهد بكده ان انت عمرك ما هتخذلها ابدا. هي مش مؤجلة لحد ما يبقى فيه كتب كتاب، هي اللي وجودها في حياتك هدية تستحق انك تحافظ عليها العمر كله. وخلونا هنا نتفق ان فترة الخطوبة لازم تبقى مساحة
إنك تعرف تحدد الشخص اللي معاك ده هل هينفع يبقى شريك حياتك ولا لأ. إنك تعرف تفهم الشخص اللي معاك كويس، ولو وصلت لدرجة إنك مش قادر تفهمه يبقى لازم تقف مع نفسك للحظة، ولا مش هتعرف تتعامل مع كل العيوب دي. ولازم تبقى فاهم إن فترة الخطوبة تجربة، مش مجرد كلام معسول وخلاص. ودلوقتي أي 2 مرتبطين سواء خطوبة أو ارتباط عام محتاج إن أنت تقف مع نفسك وتجاوب على الأسئلة دي كلها، وتشوف شريكك هل بيحترمك وقت الخلاف ولا لأ، هل هو سندك وظهرك ولا لأ، هل بتتسند عليه لما يحصل لك موقف وبيكون معاك ولا لأ، هل بيسيبك في المشاكل والضربات اللي بتحصل في حياتك ولا لأ، هل عنده رجولة وبيخاف عليك وبيحترم قراراتك ولا لأ. وانت كبنت لازم تفهمي ان اللي بتاخديه من الراجل مش مجرد كلام بيتقال، دي مواقف بتثبت رجولته وخوفه عليكي وحبه ليكي فعلا. وانت كراجل لازم تكون عارف ان الست مش مجرد شكل ولا صوت ناعم وبس، ده عقل بيفكر ويدبر وأساس بيتبني عليه البيت قدام. وفي النهاية خلينا متفقين إن الراجل هو السبب الأول والأخير في نجاح أي علاقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس قبل الختام خلينا أسألكم سؤال مهم جدا. في حد بعتلي بيسألني هل الراجل ملزم إنه يصرف على خطيبته وهي لسه بيت أهلها ولا لأ؟ أظن السؤال ده فيه جدال كتير جدا عليه، فهستنى إجابتكم على السؤال ده في الكومنتس. وبكده تكون خلصت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هستنى مسجاتكم عندنا على البيج علشان دايما أكون أنا صوتك، واستنوني في أصوات تانية كتير. أنا صوتك سماء جمال.